شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ حاجه كده بجد تحفه جدا. هعمل معاكم مقلوبه بطريقه سهله وبسيطه، وازاي تطلع معانا بالجمال ده. هعمل معاكم مقلوبه كده بلمسه مصريه حلوه جدا. هزود كده حاجات، هزود كده خضار، وكمان هعمل فراخ بتتبيله حلوه جدا. تابعوني ان شاء الله باذن الله الطريقه تعجبكم. لو انتوا جداد على قناتي، يعني اسمي امل ودي قناتي امل طه شانل، اتمنى الفيديو يعجبكم. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا مع بعض عملنا الوصفه بتاعتنا ازاي. المقادير اللي هستخدمها في المقلوبه: عندي فرخه عباره عن كيلو 200 غسلتها ونضفتها كويس جدا، والخضار اللي هستخدمه: واحده من الباذنجان، وواحده من الفلفل الرومي، واتنين حبه طماطم، واتنين حبه كوسه، واتنين حبه بطاطس. وعندي عباره عن كوبايه ونص من الرز البسمتي. اهم حاجه يكون جوده الرز البسمتي كويسه جدا. دلوقتي هبدا اقطع الخضار. عندي البطاطس هبدا اعمله كده حلقات. نستخدم كميه الخضار وكميه الرز اللي احنا عاوزينها وكميه الفراخ اللي احنا عاوزينها. كمان ممكن نعملها باللحمه، وممكن نعملها كمان يعني بقطع من صدور الفراخ. ممكن نعملها كمان بالدبابيس الفراخ المتوفر عندنا. دلوقتي هبدا اقطع الكوسه، بعملها كده حلقات. وحبيت كده استخدم في المقلوبه كوسه. بجد الكوسه كان طعمها حلو جدا، جربوها. كمان بتكون مفيده جدا، بتكون حلوه جدا لاطفالنا. واحطهم في طبق، وبرش عليهم كده رشه من الملح، وبقلبهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي هبدا اقطع الباذنجان، اقطعها كده حلقات. ممكن كمان نقطعها بالطول. زي ما قلت لكم بنستخدم الكميه اللي احنا عاوزينها من الخضار. واحطهم في طبق، وارش عليهم كده رشه من الملح، واقلبهم مع بعض كويس جدا. خلاص تقطيع الخضار الكميه اللي انا عايزاها. ودلوقتي هبدا اتبل الفراخ. عندي بصله صغيره، حوالي 5 أو 6 فصوص من الثوم، شطه بتكون حسب الرغبه. احطهم كلهم كده في الكبه، وبنعمهم كويس جدا. وبعد كده هبدا انزل بالتوابل: فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، توم بودره، بصل بودره، وبهارات فراخ. بقلبهم مع بعض كويس جدا. ونحط الملح بيكون حسب الرغبه. وعندي الفرخه غسلها ونضفها كويس جدا. دلوقتي هبدا اتبلها. عايزه اقول لكم يعني تتبيله الفراخ دي بتفرق جدا في طعمها، وكمان بتدي طعم حلو جدا للمقلوبه. جربوها بالطريقه دي، بجد لما جربتها بالطريقه دي كانت حلوه خالص. ممكن كمان يعني نتبلها من قبلها بليله كامله، بتكون حلوه جدا. لانك عشان كنت مستعجله عملتها كده قبلها بحوالي نص ساعه. بعد كده سلقتها على طول. بعمل كده فتحه بالسكينه في صدر الفرخه، وبحشيها كده من التتبيله. التتبيله دي بحبها جدا. الفراخ المسلوقه دي لها طعم حلو جدا. خلصت الكميه كلها. عندي حله على النار فيها سمنه وزيت. ببدا انزل بالفراخ، هديها كده صدمه. اول ما بتبدا كده تاخد لون، هقلبها الناحيه التانية. زي ما قلت لكم ممكن كنا نعملها باللحمه، ممكن نعملها بالدبابيس الفراخ، ممكن نعملها كده بصدور الفراخ بس، قطع كده من صدور الفراخ. خلاص اخدت اللون اللي انا عاوزاه، بقلبها للناحيه التانية. في الوقت ده مشغله الكتل عشان انزل كده عليها بميه سخنه. اهم حاجه تكون ميه مغليه. خلاص الفراخ كده بعد ما اخدت لون هبدا انزل عليها بالميه المغليه. الميه يا دوب بس كده تكون مغطيه الفراخ زي ما انتم شايفين. وبنزل بباقي التتبيله، وبنزل بورق غار، وبنزل بحبهان او حبهان، وبنزل كده بالملح بيكون حسب الرغبه، حوالي كده معلقه صغيره من الملح. وبغطيها وبسيبها كده لحد ما تستوي. ودلوقتي هبدا اقلي الخضار. عندي طاسه فيها زيت. هبدا انزل باول حاجه بالبطاطس.
حاجه يعني نشف الخضار كويس جدا كده بمناديل مطبخ. اول ما تاخد لون بقلبها الناحيه التانية زي ما شايفين كده. خلاص اللون ده حلو جدا. هبدأ اخرج البطاطس، وبعد كده هبدأ اقلي الكوسة. انا عملت كده كمية قليلة من الكوسة اللي هو كان متوفر عندي، ممكن نعمل كمية اكبر. ودي الفراخ وهي بتستوي خلاص 5 دقايق وهطفي عليها، وبرجع للكوسة. اول ما بتاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه هبدأ اخرجها. اهم حاجة ان هو ما ياخدش لون غامق. اللون ده حلو جدا. وبعد كده هبدأ اقلب البتنجان. اول ما ياخد لون بقلبه للناحية التانية. اهم حاجة الخضار عندي يعني ياخدش لون جامد، يعني متغمقش كده. اللون ده بيكون حلو جدا. وابدأ اخرج البتنجان. وعملت كده حلقات من البصل بديها كده صدمة يا دوب تدبل كده معايا، وبخرجها على طول. البصل كمان بيديها طعم حلو جدا. البصل كده بتحس انه بيبقى مسكر، بيكون حلو خالص، وخصوصا البصل اللي هو بيكون لونه ابيض. ببدأ اخرجه، وكده الخضار بتاعي بيكون كله جاهز. وقطعت كمان الطماطم حلقات. عندي حلة حاطة كده فيها ورقة زبدة، برش عليها كده رشة من الزيت. وبعد كده هبدأ احط عليها حلقات من الطماطم، نصها كده في قاع الحلة. هنا الخضار بنحطه زي ما احنا عايزينه بالطريقة اللي احنا عاوزينها. ببدأ احط كده الفراخ، خلي الوش بتاعها من تحت، العظم كده بيكون لفوق عشان لما نيجي نقلبها. وبوزع كده جزء من الفلفل الرومي والبصل. وبعد كده ببدأ احط الباذنجان، وبوزع البطاطس زي ما قلت لكم بنوزعها كده بالطريقة اللي احنا عاوزينها. وبحط الكوسة، وبوزع كده باقي البصل. وهبدأ اجهز الرز. عندي رز بسمتي كوباية ونص من الرز البسمتي، غسلته نقعت حوالي نص ساعة. وبعد كده بنزل عليه بالملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، وبهارات فراخ، وبقلبهم مع بعض كويس جدا عشان كده يطعم لي الرز كويس. وبعد كده هبدأ انزل بيه على الخضار. وحبيت ادي كده تيست للخضار. فرمت حوالي طماطمية كده في المفرمة، نعمتها كويس جدا، نزلت كده بيه على الخضار. وبعد كده هبدأ انزل بالرز، بوزعه كويس جدا، وبنزله واخليه كده ينزل في قاع الحلة. وعندي الشوربة بتاعت الفراخ ببدأ انزل بيها على الرز زي ما انتم شايفين. يا دوب كده الشوربة تكون مغطية الرز. زي ما قلت لكم كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الشوربة او المية، وبحطهم على النار لحد ما بيغلي، وبهدي عليه النار لحد ما بيستوي
ويكون بالشكل اللي هتشوفوه معايا. خلاص بعد ما نروح حوالي ربع ساعة الرز استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه. بطفي النار وبسيبه حوالي كده نص ساعة، وبعد كده ببدأ اقلبه على طبق التقديم عشان خاطر كده تتقلب معايا وتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد تحفة جدا. عايزة اقول لكم تعملها على لبان كده عندي في الشقة. وكمان تتبيلة الفراخ كانت مميزة جدا وكانت مدية طعم كده للرز وللخضار. جربوا كده تعملوها، كمان جربوا تحطوا كده معاها كوسة، بجد بتكون حلوة جدا لأطفالنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. متنسوش تكتبوا رايكم والتعليقات تحت الفيديو. اشوفكم على خير فيديو جديد. مع السلامة في حفظ الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.